يا مساء الفل، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الطبق المفضل بالنسبه لي. الاكله دي مفضله جدا بالنسبه لي ومهما اكل منها مش بزهق، الا وهي المسقعه. اول حاجه غسلت البتنجان وقشرته وقطعته حلقات مكعبات على حسب رغبتك، وابتديت ان انا احطه في مصفى وحطيت عليه شويه ملح عشان يصفي الميه بتاعته. الخطوه دي ما بتخلوش يشرب زيت، على ما البتنجان ينزل الميه بتاعته جبت الطاسه وحطيت فيها بطاطس وفلفل مقطعين وابتديت ان انا احمرهم. وعلى ما يتحمروا جبت الطاسه برضو هنعمل بقى ايه الصوص بتاع حطيت في الطاسه شويه زيت صغيرين وفصين توم مفرومين، واول ما التوم يتشوح ويطلع الريحه بتاعته هنزل عليه معلقتين كبار من الخل، وهكون مقطعه طماطم قطع صغيره وهنزل عليهم هشوحهم مع التوم والخل. واول ما احس ان الطماطم دبلت كده معايا هنزل عليها بربع فنجان من الميه مع معلقتين كبار من الصلصه، وهبهرها بملح وفلفل وكمون وبهارات وبابريكا، ولو عايزه تحطي عليها فلفل حراق حطي او شطه على حسب رغبتك. وحطيت ربع معلقه من السكر عشان تعادل الحموضه بتاعه الصلصه، وهقلب بقى كل ده كويس جدا مع بعض. وظبطي حدقها وخدي بالك علشان البتنجان احنا حطينا عليه ملح علشان ما تحسيش اللي هي حادقه منك. واول ما كل حاجه تتحمر معانا انا حمرت البتنجان بقى علشان ما يشربش معايا زيت. جبت الطاسه وحطيت فيها شويه زيت صغيرين شوحتهم بس على الجريل، ما حطيتش زيت غزير علشان البتنجان ما يشربش الزيت كله. وهننزل بالخضار على الصلصه اللي احنا عملناها. الصوص كده معانا خلاص جاهز وهننزل عليها وهنسيبها بقى تتشرب منها، كل حاجه كده تتشرب من الصلصه وبس كده. وهنعمل بقى احمد طلب مني ان انا اعمل له بيض بالبسطرمه مع الاكل، مش عارفه ايه علاقته بالاكل بس ما علينا. حطيت زبده او سمنه على حسب رغبتك وحطيت عليه البسطرمه قطعتها قطع صغيره، وابتديت ان انا اشوحها ونزلت عليها ببيضايه مضروبه بفلفل وملح. وبكده تكون وصفتنا خلصت. انا بحب المسقعه بقى تاني يوم، بحبها لما بتبات، بحس كده ان كل حاجه اتشربت من بعضها بتبقى طعمها احلى. وبحب اكلها بقى ايه اطلعها من التلاجة تهدى كده شويه على البوتاجاز، ما بحبش اسخنها نهائي، بس كده باكلها بقى. قطعت معاها كابوتشايه وكرنبايه حمرا، وحطيت بقى اللفت وشويه كده جبنه صغيرين، وهو ده غدانا النهارده.